اهلا بيكم في حلقة جديدة من نبيلة في عمق اللحظات، المكان اللي بنحكي فيه عن نفسنا، مشاعرنا وتفاصيل صغيرة بس مهمة. النهاردة هنتكلم عن علاقة بتمرض القلب بس ساعات بنفضل فيها سنين، وهي العلاقة السامة. في نوع من العلاقات بيكسرنا حتة حتة، مش بالضرب ولا بالإهانة، بس بكلمة، بنظرة، بتجاهل. العلاقة السامة مش شرط تكون حب، ممكن تكون صداقة شغل، أهل، زمالة، لكن كلهم بيجمعهم كلمة واحدة: إنك طول الوقت بتحس إنك غلط أو صغير أو مش كفاية. إزاي بقى نعرف إن إحنا في علاقة سامة؟ لما الشخص يقلل منك باستمرار، أنت مش فاهمة، أنت حساسة، أنت دايما غلطانة. لما تحسي إنك ماشي على قشر بيض، مش قادر تكون على طبيعتك، خايف تغلط أو خايف تزعل الطرف التاني. لما الطرف التاني يشيلك ذنبه، يغلط ويخليك تحس بالذنب ويختفي، وبعدها يرجع يقولك ان اللي حصل ده كله عشانك. لما كل طاقتك تروح عشان تحافظ على العلاقة، هو لا بيقدر ولا بيشارك. لما تحس انك سبت الشخص ده، صدقني هترتاح. بس خايف من الوحدة او كلام الناس. ليه بنفضل في العلاقة دي؟ يا ترى خوف من الوحدة، تعلق، مرض؟ بدنا ان احنا نتعامل مع الاذى بشكل طبيعي. حقيقة العلاقة الصحية مش بتوجع، طبطب، بتسند، بتحفز، مش بتهد. نعمل ايه؟ اول خطوة نعترف ان احنا في علاقة سامة. تاني خطوة بقى نحط حدود واضحة، ولو مفيش استجابة خلاص حتى لو اتوجعنا. الوجع المؤقت بيبقى اهون كتير عن الوجع اللي بيستمر كل يوم. في النهاية العلاقة اللي بتستهلكك وتكسرك، خليك تشك في نفسك، دي مش علاقة، ده سم بطيء. اختار دايما اللي يشوفك مش اللي يعميك عن نفسك. انا نبيلة البدوي. لو حسيت ان الكلام ده ليك، شاركني وقولي في تعليق: خرجت من علاقة سامة قبل كده ولا لسه؟